طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغد في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا نتوقف في الماضي عند داخل موضوع اليمين. توقفنا بالضبط عند كلام وعلي يمين. نحن توقفنا في هذا المكان لأنها بعد ذلك تستأنف المسألة. وقال كلمة وعلي يمين أو علي عهد، وإن لم يضيف إلى الله تعالى ولو لا يكون بجوار هذه الكلمات اسم الله تعالى، إذا علقه المهم أن يكون معلقا بمحلوف عليه بالشيء الذي أنت تريد أن تفعل عليه اليمين حتى يكون يمينا منعقدا. هذا يكون يمينا منعقدا، يعني ليس شرطا أن يذكر اسم الله تعالى بجوار هذا. يعني حينما أنت تستعمل كلمة علي يمين أو علي عهد ليس شرطا أن يذكر اسم الله تعالى، يكفي أن يذكر هناك محلوف عليه على ماذا أنت تريد أن تفعل هذا اليمين. فهمت كلامك؟ حتى هو يكون يكون يمينا منعقدا. ويقول وإن قال علي يمين إذن هو فيمين. علي يمين يعني ليس شرط أن يكون اسم الله تعالى. إذا قاله على وجه الإنشاء، انظر، نحن قلنا قبل ذلك الآن قبل قليل، وإن قلت علي يمين أو علي عهد وأن يذكر محلوف عليه بدون أن يذكر اسم الله تعالى هذا يكون يمينا. وإن نقول علي يمين بدون أن نذكر محلوف عليه واسم الله تعالى معا هل يكون يمينا أو لا؟ وهنا تفصيل. وإن تقول في وجه الإنشاء، إنشاء يعني في البلاغة كلمات أو جمل تنقسم إلى القسمين سكاء، إنشاء وخبر. وخبر ما يحتمل الصدق والكذب، إنشاء وما لا يحتمل الصدق والكذب. كما نحن نستعمل في العقود، عقود البيع وعقود النكاح إنشاء، ولذلك نحن نضع الشرط أن يكون في الماضي هناك إجابة والقبول. ويقول حينما أنت فعلت يمين علي، قلت علي يمين وقصدت إنشاء ولو ما ذكرت محلوف عليه هو يكون يمينا. تفهم كلام؟ على وجه إنشاء لا إخبار سكاء ولم يزيد عليه، أنت ما زدت عليه محلوف عليه، أنت ما زدت عليه اسم الله تعالى، ويمين ويوجب الكفارة مباشرة لأنك ما فعلت محلوف عليه يعني. فهمت كلام؟ ولو لم يكن كذلك، ولو أنت قلت كلمة علي يمين بطريق الإخبار ليس بطريق الإنشاء هو يكون ماذا؟ لغا إلا يعمل أصلا لأنه مناقض يمينا يعني. مفهوم كلام؟ والقسم أيضا بقوله، والقسم أيضا يكون قسم أيضا يمكن أن يكون بقوله إن فعل كذا فهو يهودي. مثلا أنت تقول والله إن فعلت كذا أنا أصبح يهوديا، أو أنت قلت والله إن أفعل هذا أنا أصبح نصرانيا. وفاشهدوا يعني اشهدوا علي بالنصرانية إن أنا أفعل هذا يعني. أو وإن فعلت كذا أنا شريك للكفار، عياذ بالله يعني. حينما نحن نقول هذا بلساننا هذا يرى مخيفا يعني. أو أنا كافر إن فعلت كذا. في كل هذه الكلمات تلزمه الكفارة بحنسه، يعني بحنسه يعني وإن أنت كذبت، أو يعني وإن أنت كذبت بالنسبة للماضي أو ما استطعت أن تفعل ما وعدت بالنسبة للمستقبل يعني. فهمت كلام؟ لو في مستقبل خنسه لو في المستقبل يعني أنت ما استطعت أن تفعل حنست يعني أنت، هذا بالنسبة للمستقبل.
أما بالنسبة للماضي تفصيل هنا سكين. كان فعل كذا عالما بخلافه، يعني أنت قلت هذا الكلام أنا كافر، أنا عالما، أنت قلت هذا الكلام عالما أنك تقول كاذبا، يعني كذبا. فهمت كلام؟ بخلافه يقينا، فإذا هو يكون فغموس. أخذنا هذا. نعم غموس. نعم فهمت كلام يعني. مكتوب هناك بين القوسين أما إذا كان ظانا فإنه لغو. رأيت؟ ويقول إذا كان اليمين جعل إلى الماضي وأنت متيقنا أن تعرف أنك تكذب ويكون خامسا، وإن أنت تظن أنك تكذب ممكن هو حقيقة أو غير حقيقة، هذا لا يكون غموسا ويكون لغوا. أيضا النوع الثالث من اليمين هو اللغو. نحن قلنا هناك ثلاثة: منعقد، غموس، ولغو. مفهوم كلام؟ نعم. لكن في حالين فليكن هو غموس، أو فليكن هو في المستقبل، أو فليكن هو في الماضي، لم يكفر. أنت لا تصبح كافرا. ما معنى كافرا؟ يعني أنت قلت وأنا أصبح كافرا إن فعلت كذا، وإن جعلت هذا للمستقبل بحنسه يجب عليك كفارة، وبكذبك في الماضي عالما على أنك تكذب يجب عليك ويصبح غموسا. لكن في حالين أنت لا تصبح كافرا. لم يكفر سواء علقها بماضي أو آتي، بالماضي أو بالمستقبل. يعني إن كان في اعتقاده أنه يمين، إن كان في اعتقاده يعني أنت تعتقد أنك تعرف أنه يمين فقط. أنت باستعمال كلمة أنا كافر ما أصبحت كافرا حقيقيا، هذا يمين فقط. أنت تعرف كل شيء. فهمت كلام؟ وإن كان جاهلا، لكن أنت ما كنت جاهلا وما عرفت أنه يمين فقط، وظننت أنك حقيقة أصبحت كافرا بهذا الحنس يعني. وفي اعتقاده وأنت كنت تعتقد أنه يكفر، أنت تكفر في الحلف بالغموس مثلا. غموس ما معنى؟ أنت تعرف أنت تكذب عمدا، أنت تعرف خلافه هكذا لكن تكذب عمدا. يعني أنت وإن أنت تكون في حال تعتقد بالغموس أنت تصبح كافرا، وبمباشرة أو بالشرع. هذا بالنسبة للمستقبل، أو في حينما جعلت يمينك إلى المستقبل بحنس في المستقبل أنت فعلت ماذا؟ كافر. وإن تعتقد على ذلك يكفر فيهما، في الغموس وفي الحال. فهمت كلام؟ وفي المنعقدة مباشرة الشرط لرضاء الكفر. في المباشر في المنعقدة، ما معنى منعقدة؟ الذي هو يجوز أن يكون لا يكون غموسا، يعني يمكن أن يكون منعقدا. أنت أيضا تصبح هذا للمستقبل أيضا. أنت تصبح كافرا. لماذا سكيه؟ لأنك حينما جعلت الشرط على الكفر ومع ذلك أنت تعتقد على ذلك، وإن تفعل هذا الوعد وأنت تصبح كافرا. جعلوا الشرط وجعلوا هذا اليمين بالكفر يجعلك كافرا مباشرة. جعلوا هذا اليمين أو تعليق هذا كونك كافرا بالشرط باليمين يجعلك كافرا، وإن تعتقد على ذلك يعني، وإن تجد هذا يمين فقط يعني. تفهم كلام؟ وفي المناقضة عند مباشرة شرط أنت تصبح كافرا. لماذا؟ لرضاه بالكفر، لأنك راض أن تجعل هذا الكفر إلى يمينك، وأنت راض في حال حينما أنت تحنث وأنت مستعد أن تكون كافرا. هذا كفر يعني. فهمت كلام؟ سكين؟ ولو قال يعلم الله مثلا، أو الله يعلم أنه فعل كذا أو لم يفعل كذا كاذبا. أنت قلت مثلا الله يعرف، الله يعلم أنني فعلت كذا لكن أنت ما فعلت. فهمت كلام؟ أو مثلا قلت والله يعلم أنني ما فعلت كذا لكن أنت فعلت. أو قلت الله يعلم أنني فعلت لكن أنت والله أنت لكن ما فعلت. يعني اثنين من جهتين. كاذبا، أنت قلت هذا الكلام كاذبا.
صحح أكثر يعني، أو أكثر علمائنا قالوا أن الحكم الصحيح هو أنك تصبح كافرا، أنه كافر. لأنك ماذا؟ لأنك تكذب في علم الله تعالى، لأنه نسب، أنت جعلت معينا لكذبك هو علم الله تعالى. يعني أنت نسبت هذا كذب إلى علم الله تعالى، خلاف الواقع إلى علمه، إلى علم التوراة، خلاف الواقع كذب يعني. على كل فهو كيفما كان من أقل، ولو أقل شيء، أدنى شيء، أنت كيفما كان تكون عاصيا، صحيح؟ هذا معصية وتجب التوبة منها. ولو نحن نأخذ كلام العلماء الآخرين الذين هم قالوا لا يوجد فيه الكفر وإلا يعتقد على نفسه، ولو في مسألة آخرة يعني، نحن نقول كيفما كان هذا معصية ويجب التوبة يعني ولو يكون هناك الخلاف بين العلماء هم متفقون في شيء أنه معصية. وقوله إن فعلت كذا فصيامه وصلاته لهذا الكافر، كمثلا أنت تقول والله نفعل هذا فكل صيام فكل صلاة للكافر، هذا ليس بيمين، وعليه استغفار، ويجب عليك أن تفعل استغفار على ما قلت. وقيل يوجد هناك رواية ضعيفة أو قوم ضعيف، هذا إذا نوى الثواب، هذا يعني لا يكون يمينا إذا أنت نويت ماذا؟ الثواب. يعني كل ما فعلت من الصوم وكل ما فعلت من الصلاة ثوابه، كأنك قلت ثوابه للكافر، نعم هذا لا يكون يمينا إن قصدت الثواب. وإن نوى قربة والعبادة، وإن أنت نويت عين القربة عين الصلاة، كأنك لا تصلي بعد ذلك وتعطي صلاتك إلى شخص آخر مثلا، فيمين. هذا قيل لكن هذا ضعيف يعني. وقوله وإن نقول هكذا ذكي بحرمة الله تعالى أو بحرمة شهد الله تعالى، بحرمة شهد الله تعالى، يعني الله يشهد بحرمته يعني. أو بحرمة شهر الله تعالى، أو بحرمة كلمة لا إله إلا الله. أنت تفهم كلمة بحرمة؟ يعني بحرمة، نعم تعظيما، نعم. أو تقول مثلا بحق رسول، أو تقول بحق الإيمان، أو تقول بحق الصلاة، كل هذه الأشياء لا تكون يمينا، يعني ليس بيمين. وقوله عذاب الله، بعذاب الله يعني، وثوابه بحق ثوابه وبحق عذابه وبحق رضاه ولعنة الله وأمانته، نوى وإن يعني وفي كلمة خاصة الأمانة يعني، وإن نوى بالأمانة العبادات وإن فعله فعليه وإن نوى بالأمانة العبادات، هذا التفصيل للأمانة. بعد ذلك يستمر ذكر الأشياء التي يجوز أو لا يجوز أن نفعل القسم. وإن فعله فعليه غضبه مثلا أنت تقول، أو سخطه مرادف للغضب يعني أيضا يعني عذابه مثلا. وإن فعلت عليه على مثلا أنت تقول وإن فعلت هذا علي عياذ بالله لعنة الله تعالى مثلا، عياذ بالله. أو أنت تقول مثلا وإن فعلت كذا هو زان، أنا زان إذا. وأنت تقول وإن فعلت كذا إذا أنا سارق. وأنت تقول وإن فعلت كذا إذا أنا شارب الخمر. وإن أنت تقول وإن فعلت كذا إذا أنا آكل الربا. لا يكون قسما كل هذه الكلمات. فهمت كلام؟ حروف القسم والحروف التي نحن نستعمل في القسم هي معينة يعني، ليس كثير جدا يعني. حقيقة هذه الحروف وإن نستعمل هو يكون
مستعمل الحقيقة. يعني كلمات أخرى كمثل نحن كما قلنا يعني وإن نقول بعلم الله تعالى أو بما هو يجوز لنا أن نفعله ولكن ليس من هذه الحروف، هذه أشياء جعل مجازة لأن حقيقة للقسم يستعمل واو باء تاء. مفهوم كلام كيف؟ نحو والله تعالى، بالله تعالى، تالله تعالى، تالله تعالى، أنت تقول لا افعلن كذا أو أنت فعلت كذا. ومنه الله، منه أيضا من الكلمات التي تستعمل في اليمين هو الله كلمة أو الله. مفهوم كلام؟ أيضا يمكنك أن تستعمل كلمة اسم الله تعالى منفردا بدون أن يدوم عليه باء واو تاء وهو يكون يمينا. مفهوم؟ وصلنا إلى كفارته. وأجرينا كثير من الكلام عن اليمين وكيف نفعل اليمين كيف نجعل بما هو يفعل وأنواع اليمين. الآن وصل الوقت أن نعرف أحكام متعلقة بالكفارة يمين. لأن في وقت نحن قلنا قبل ذلك يوجد هناك حال أنت تنتقل إلى الكفارة مباشرة بدون أن تفعل ما هو أنت وعدت. كمثل إن أنت فعلت يمين على المعصية لا يجوز لك أن تذهب إلى المعصية، أنت تذهب إلى الكفارة مباشرة. ويوجد هناك الحال يجب عليك أن تذهب إلى الكفارة بعد أن حدثت يعني. وكفارة مهم جدا يعني نستطيع أن نقول الموضوع الأصلي لهذا الموضوع هو الكفارة يعني. ويقول كفارته تحرير رقبة. وبعد ذلك لا يقول يقول أو. نحن قلنا في أصول الفقه أو معنى يفيد ماذا؟ تخيير يعني أنت تختار بين تحرير رقبة أو إطعام 10 مساكين. ليس الشرط أن يكون تحرير الرقبة كما في الصوم، أولا تحرير الرقبة بعد ذلك إطعام 60 ولا 60 مسكين. لا، هنا في اليمين أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أنت تلبسهم يعني بما يصلح للأوسط ما هو يكون من ملابس الأوسط يعني. وبهذه الملابس ينتفع به فوق 3 أشهر يعني لابد أن يكون هذه الملابس صالحة أن ألبس واستعمل 3 أشهر لأقل شيء يعني. بالستر في واستعمل في أي شيء في ستر أكثر عورتي. مفهوم كده؟ وبعد ذلك بعد أن قال القاعدة هو ذكر أنواع الملابس وفق هذه القاعدة. الملاءة كالملاءة والجبة والقميص، كل هذه الأشياء أنواع الملابس. والقباء أيضا ما أنواع الملابس يعني. وليس الشرط أن يكون ما هذه الملابس جديدة. الشرط؟ لا، ليس الشرط يعني. المهم كما قلنا المهم أن يستطيع أن يلبس فقير أو ينتفع به 3 أشهر أقل شيء لستر عورته يعني أكثر عورته. ولابد للمرأة من خمار. وإن تريد أن تعطي للمرأة ملبس إذا يجب عليك أن تعطي مع الخمار. خمار ما هو ماذا؟ ما هو يلبس يعني ما هو يلبس على الرأس ويغلق الوجه يعني. ولا يكفي السراويل إلا باعتبار قيمة الإطعام. يعني هل يجوز لك أن تعطي فقط سراويل بنطلون يعني؟ لا يجوز. لماذا؟ لأننا قلنا يعني لابد أن يكون ساترا على أكثر عورته. السراويل هو لا يكفي إلى السرة. فهمت كلام؟ هذا أول. والثاني ماذا أردت نقول؟ السراويل سروال الداخلي يعني كما نحن نلبسه هو لا يكفي ولا لا يستر هناك أكثر العورة، يستر جزء العورة ليس بأكثر. هذا أول. والثاني سكب إلا أن يكون هذه السراويل سروالة غال جدا حتى هو قيمته يساوي قيمة إطعام. وفي هذا الحالة أنت تعتبر كأنك أعطيت قيمة إطعام يعني. فهمت كلام؟ ليس الملبس كسوته يعني.
وإذا غد مسكينا، غد يعني في الإطعام كان يجب عليك أن تطعم في الصباح وفي المساء. وإذا غد معناه حينما أنت أطعمت المساكين في الصباح وعشى في المساء غيره، يعني أنت وكنت تطعم في الصباح أحدا وفي المساء آخر، ليس نفس الشخص الذي أنت أطعمت في الصباح. هل هذا يعتبر، هل هذا يجزئ؟ هو يقول 10 أيام وأنت فعلت خلال 10 أيام هكذا، لم يجزيه، لم يجوز. كان يجب عليك أن تطعم شخصا واحدا في الصباح وفي المساء. وفي يوم الثاني يمكنك أن تطعم شخصا آخر، المهم أن تطعم في يوم واحد نفس الشخص. يعني فهمت كلام؟ بعد ذلك ماذا نقول؟ أي مكان وصلنا؟ أعطوه قيمة العشاء أو عشاء. ولو غد مسكينا، لو غد مسكينا معناه لو أطعمه صباحا وأعطاه قيمة العشاء لكن ما أطعمه في المساء، مثلا أنت ما أطعمته في المساء أعطيت قيمة النقود في المساء، من المساء من العشاء يعني، هل يجوز؟ نعم يجوز، لأنك كيفما كان تطعم شخصا واحدا، ولو لا يوجد هناك إطعام في صورة حقيقية لكن يوجد هناك بصورة حكمية، أنت أعطيت قيمته يعني. وإذا أطعم مسكينا 10 أيام سكت كل يوم غداء عشاء يجوز، مسكينة واحدة خلال 10 أيام يجوز هذا أيضا. ويجوز لك أن تطعم 10 مساكين خلال 10 أيام، كل يوم مسكين آخر، يعني ليس مسكين واحد خلال 10 أيام. هذا يجوز من الأصل أصلا يعني. لو دفعت لمسكين واحد قيمة الطعام كذلك في كل يوم، على كل يوم حتى استوفى 10 كفاه، يكفي هذا. يعني أنت أعطيت مثلا، أنت عددت حسبت هناك كم يذهب لي يوم واحد من النقود الطعام، مثلا 50,000 بتنجة، يعني 5,000 تنجة، وأنت بعد ذلك تضرب هذا إلى 10 أيام ويخرج عندك 50,000 تنجة. هل يجوز لك أن تعطي هذه النقود، هذا المبلغ إلى المسكين واحد؟ نعم يجوز، كما أنت أطعمت مسكينا واحدا خلال 10 أيام يعني. وإن عجز عنها، وإن عجزت عن الإطعام أو عن الإطعام صحيح كلها وقت الأداء لا وقت الحنث، يجب علينا أن نفرق بين هذين الوقتين. يوجد عندنا وقت الحنث ويوجد عندنا وقت الأداء. وقت الأداء الكفارة، مثلا أنت قلت والله اليوم أنا أشرب هذا الماء، فعلت يمينا، وكان يجب علينا أن نعطيك اليوم، يعني لأنك فعلت يمين على اليوم صحيح، وذهب اليوم. إذا أنت مثلا اليوم في الساعة 12 انتهت مدتك عفوا، وحنست في الساعة 12، وقت حنسك إذا كم؟ 12. لكن أداء كفارة، لكن أنت زعمت أن تفعل كفارة في يوم الغد. إذا عندك وقتان يختلفان، وقت الأداء الحنس وكان في الساعة 12، وقت الأداء الكفارة كان غدا. فهمت كلام؟ وأنت تبدأ ماذا؟ من وقت الحنس أو من وقت الأداء؟ ويقول وإن عجز، وإن أصبحت عاجزا، يعني أنت لا يوجد عندك النقود لإطعام المساكين، ولا يوجد عندك في وقت الأداء، ليس في وقت الحنس. مثلا في وقت الحنس كان عندك نقود وأنت ظننت أن تطعم مساكين،
لكن حينما وصل وقت أداء الكفارة حينما وصل وقت الإطعام أو دفع النقود، أنت أصبحت عاجزا، مثلا أنت فقدت النقود أو أعطيت لأحد قرضا مثلا، أو طلب منك، أنت كنت مديونا، صاحب الدين طلب منك نقوده وأنت أعطيت له، أصبحت ماذا؟ عاجزا في وقت الأداء الكفارة. إذن يجوز لك، وبعد ذلك إذن يجوز لك أن تصوم 3 أيام. في هذا الوقت أنت تنتقل إلى ماذا؟ إلى الصوم. حينما أنت تصبح عاجزا في وقت العداء ليس في وقت الحنس. فهمت كلام؟ يجوز لك. ولذلك يجري أو ينتشر بين الطلاب يعني كفارة اليمين هو 3 أيام، الصوم 3 أيام. لا، ليس هكذا مباشرة. أولا إطعام 10 مساكين أو مسكين واحد خلال 10 أيام، هذا هو. حينما أنت تكون عاجزا في هذا الوقت أنت تستطيع أن تنتقل إلى 3 أيام صوم يعني. فهمت كلام؟ ويشرح أكثر من ذلك ويقول شرط استمرار العجز، يعني يجب أن يستمر هذا العجز عندك، أنت لابد أن تكون عاجزا أنت إلى فراغ من الصوم حتى أن تنتهي صوم 3 أيام. وإن مثلا أنت صمت يومين وفي يوم الثالث أصبحت مثيرا، يعني أصبحت مالك النقود التي أنت تستطيع أن تفعل إطعام 10 مساكين، يجب عليك أن تطعم 10 مساكين. انظر. فهمت كلام؟ فراغ من الصوم. مثلا يبطل بالحج بخلاف الكفارة الفطر. وإذا صام معسرا فلو صام معسرا يومين. يا الله، يبطل بالحج. ما معنى يبطل؟ يعني كان يجب عليك أن تصوم ماذا؟ 3 أيام، صحيح؟ وإن يأتي في وسط ال3 أيام متتابعة، يعني 3 أيام هناك الحج، هل هو يجب عليك أن تبدأ من الجديد؟ نعم، يجب عليك أن تبدأ، بخلاف صدقة الفطر يعني كفارة الفطر، عفوا كفارة الفطر هناك 60 أيام يعني. وأن يأتي هناك الحج بعد للمرأة، يعني حينما يكون المرأة هي تفعل كفارة يعني، حينما هي تكون في قضاء في كفارة صوم يعني شهر رمضان، كان يجب عليه مثلا هي أحد بدون سبب أفطرت، وكان يجب عليه 60 يوم بالكفارة، صحيح؟ خلال وفاء 60 يوم مثلا بعد أن ذهبت، بعد أن صامت 20 يوم وصلت حيضها، و5 أيام هي كانت تتمثل تمسك نفسها من الصوم، وبعد ذلك استمرت، هل تستمر بعد ذلك أو يجب عليها أن تبدأ من الجديد؟ لا، هنا يجب عليها أن تبدأ من الجديد. فلو صام معسرا يومين، فلو صام معسرا يعني أنت كنت في حال العجز، معسرا لا يوجد عندك النقود خلال يومين، أنت كنت تصوم يومين، ثم قبل فراغ يوم الثالث يعني ولو بساعة، ولو حينما بقي ساعة واحدة، أيسر يعني أصبح موسرا يعني غنيا، لا يجوز له الصوم إذن. ويستأنف يعني يفعل من الجديد بالمال. ليس سهلا كما نحن ظننا يعني، وكل الطلاب يظنون وإن أنت فعلت يمينا يجوز لك أن تصوم 3 أيام. لا، ليس هكذا يعني. لكن يعني نحن قلنا ولو تبقى هناك ساعة وأنت أصبحت أيسرت يعني أصبحت غنيا، يجب عليك أن تفعل بالمال، لكن أفضل وإن تكمل صومك ولو لا يعد هذا الصوم مكان الكفارة، لكن أفضل لك أن تكمل صومك، لأن يعني كيف ما كان هو يكتب لك ثوابا يعني الصوم. فهمت؟ وإن أفطر لكن وإن زعمت أن تفطر ولو بقي هناك ساعة ظنا يعني كيف ما كان أفعل كفارة بالمال، لماذا أنا أكمل الصوم أريد أن أكل، أكلت أفطرت، هل هو يكون قضاء؟ لا يكون قضاء. فلو نسي كيف حلف بالله تعالى أو بالطلاق ما رأيك نتوقف في هذا المكان؟ صحيح؟ عندك هذا المكان يعني يبدأ من الجديد يعني مريح. الحمد لله رب العالمين.